ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ بالعلبه البلاستيك دي كانت علبه بودره عندي. طبعا ما رميتهاش عشان اعمل بيها فكره من الافكار اللي انا بنفذها معاكم. اول حاجه شلت البلاستيك اللي عليها ده، وبعد كده بالكتر او بالمقص، هي البلاستيك بتاعها خفيف فساعدني جدا في القص بمنتهى السهوله. شلت الجزء ده، هحتاج بس منها جزء صغير، وطبعا الجزء اللي انا مش هحتاجه مش هرميه لان اكيد هلاقي له فكره تانية باذن الله. وبعد كده سويت كده الجزء اللي انا محتاجاه عشان ما ظبطش معايا قوي في القص، فظبطته كده عشان يكون متساوي مع بعضه. وبعد كده ده قشر فستق، هبدأ اثبته كده في شكل صفوف. ولو مش متاح قشر الفستق ممكن نستبدله بقشر فول سوداني، هيدي معايا نفس الشكل في النهاية. هبدأ ارص كده زي ما انتوا شايفين، وطبعا هثبته بمسدس الشمع. لو مش متاح عندي مسدس شمع هعمله بالغيرة، بس طبعا مسدس الشمع زي ما قلت لكم قبل كده بيكون اسرع شوية. كده تمام. هبدأ بقى اثبت بنفس الطريقة، كل لما اخلص صف هعمل الصف اللي بعده بالتبادل كده. الفكرة سهلة خالص وبسيطة، واي حد هيقدر يعملها بمنتهى السهولة. والقناة عليها افكار كتيرة جدا، لو مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اي فكرة جديدة انا بعملها. وما ننساش اللايك والشير والكومنت الجميل اللي دايما بيشجعني ان انا اكمل وازود فيديوهات. هكمل بقى بنفس الطريقة كده لحد ما اغطي العلبة بالشكل ده. وبعد كده عندي اللي هو الشريط اللي هو بتاع البدوي ده، وبيليق طبعا جدا مع ديكورات رمضان، فانا قررت استخدمه كده. حطيت صف واحد منه في الشكل من فوق على اول صف في الفستق، وطبعا ثبته بمسدس الشمع. ونفس اللي عملته فوق هعمله تحت بس بالعكس، يعني هخلي الشرايط اللي نازله منه دي لفوق مش لتحت زي ما انتوا شايفين كده. هتشوفوا دلوقتي هعمل اللي تحت ازاي، هيبقى بالعكس كده. تمام. هثبت بقى باقي الشريط، وطبعا الجزء اللي مش محتاجينه هشيله. وبعد كده اللي هي الشراشيب اللي نازله منه دي هثبت كل واحده منهم بنقطه شمع، بحيث ان هي يبقى شكلها منظم اكتر. ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات، ولو عملنا الفكره يا ريت تصوروها وتحطوا لي صورتها برضو في الكومنتات. طبعا ده شيء بيفرحني جدا، وان شاء الله تطلع معاكم احلى ما طلعت معايا كمان. اهو هثبت كل جزء كده بنقطه شمع، بحيث ان هي يبقى شكلها منظم ومرتب. بس ده بقى شكلها النهائي. ايه رأيكم؟ انا استخدمتها في الاخر زي شمعدانة. كان عندي الشمعة اللي هي بتبقى زي الكوباية كده، حطيتها فيها. بصوا شكلها بقى لما اشتغلت، شكلها عجبني جدا، ويا رب الفكرة تكون عجبتكم انتوا كمان. ده كان شكلها في النور، ولما طفيت طبعا شكلها احلى بكتير كمان. مستنية رأيكم في الكومنتات، وكل سنة وانتوا طيبين، ورمضان كريم، واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.